طيب، تخيل انك تدخل مكان صاحبه صرف عليه مليارات، بيقدم لك ارقى واغلى الاكل والمشروبات مجانا، وبيقول لك تعالى خد فلوسي واخرج. تفتكر هو بيعمل كده عشان بيحبك ولا عشان ليه مكسب منك؟ في عالم البيزنس مفيش حد عاقل هيصرف كل الفلوس دي عشان ضربة حظ وانت تخسر فياخد فلوسك، او انه يكون في احتمال 1% انه مترجعلوش فلوسه اضعاف. القمار بيعتبر واحد من أأمن الطرق لإنتاج فلوس في تاريخ البشرية. طب ازاي تجارة قايمة على الحظ دايما صحابها بيكسبوا ومكسبهم ملوش علاقة بالحظ؟ ازاي مهما كنت شخص محظوظ فانت دايما الخسران في القمار وصاحب الكازينو هو الكسبان؟ القمار موجود من آلاف السنين، وكان البشر بيراهنوا على شكل العظام اللي بيلاقوها في الأرض، وعقل الإنسان مبرمج على نظام الأنماط. يعني لو الشجرة اتحركت يبقى فيه أسد، ولو السما غيمت يبقى فيه مطر. لما بدأ البشر يلعبوا ألعاب الحظ عقلهم استخدم نفس النظام بس في حاجة عشوائية. فمع إن الحظ مفيش فيه نمط وممكن تخسر 60 مرة ورا بعض عادي، بس عقلك بيقنعك إنك لو لعبت 4 مرات ورا بعض وخسرت أكيد في الخامسة هتكسب. وهنا بتخش جوه دوامة واستحالة تخرج منها إلا وأنت مفلس. والشركات استغلت الثغرة دي في عقل البشر، وعملت الكازينوهات وأجبرتك على إنك تقع في غلطات تفلسك قدام، وعقلك في قمة سعادته وحاسس إنك هتكسب. وهنا عقلك بيغير في المنطق شوية، فالطبيعي إنك لو خسرت تتضايق وتوقف، بس الكازينو غير ده وخلاك تلعب وتكمل بعد ما تخسر. ده في علم النفس اسمه نير. تخيل انك بتلعب على ماشين القمار المشهورة وانت محتاج بس 3 اشكال متطابقة عشان تكسب، واول مرة تخسر وتاني مرة تخسر، بس في التالتة الجهاز بيقربك للفوز، بس في اخر ثانية بتخسر. كل فلوسك اللي حطيتها راحت والمفروض توقف، بس عقلك الباطن مش بيترجم دي على انها خسارة، لا، دي بالنسبة له انت كنت قريب جدا من الفوز، ليه ما نجربش مرة كمان وهنكسب. وهنا بيضخ هرمون الادرينال جوه دماغك، واللي هو المفروض بيتضخ لما بتكسب. فهنا الكازينو بيبيع لك وهم القرب من الهدف، فبيخليك تدفع فلوس اكتر عشان تشبع رغبة دماغك. هنا انت ممكن تقول انك هتسيطر على عقلك وتكسب عادي، بس في مشكلة. الكازينو، التطبيق او المكان اللي بتأمر عليه، مصمم بطريقة تخليك ما تخرجش ابدا منه ويوقعك في دوامة ما تقدرش تخرج منها. لو دخلت كازينو او شفت تصاميم على النت هتاخد بالك من حاجة مهمة، انهم كلهم شبه بعض وبيستخدموا في بناية المكان تصميم المتاهة. وازاي ده بيأثر على قرارك؟ في الكازينو مفيش ساعات على الحيطة، مفيش شبابيك، مفيش أي حاجة تربطك بالعالم الخارجي، والسبب إنهم عايزينك تنعزل تماما عن العالم. مش هتعرف إحنا بالليل ولا النهار، وأنا بلعب بقالي ساعة ولا 10، والإضاءة دايما هادية ومريحة للعين، مصممة لتقليل هرمون الكورتيزول في جسمك المسؤول عن التوتر. ودايما في صوت عملات بتقع في الحصالة مع إنها فاضية أساسا، وسماعات شغال فيها صوت ضحك مزيف علشان يحسسك إنه كله هنا بيكسب. والألعاب مش بتعتمد على احترافك ولا ألعاب صعبة ومحتاجة تعليم، حرفيا أسهل ألعاب ممكن تلعبها في حياتك. وهنا هم قدروا يسيطروا على تفكيرك وجسمك وبقيت كلك تحت تأثير المنوم المغناطيسي. بس هل كل ده كافي إنه يخليك تدفع كل الفلوس اللي معاك وأنت مش حاسس من غير ما تحس بأي ذنب؟ لأ، أنت بتدفع اللي معاك وبتستلف، والرصيد بيكون عندك بالسالب، وتبقى داخل وأنت معاك فلوس وخارج متورط مع عصابات تقيلة أو على السجن. بس هل من ساعة ما بدأت الرهانات مفيش شخص قدر يخترق النظام ده ويحقق منه أرباح؟ الإجابة لأ. في أشخاص فلست ناس من أكبر رجال الأعمال في التاريخ، بس نهايتهم هتبين لك الجانب المظلم من الأمور، وإنه فعلا استحالة تكسب. I never gambled because I knew it was a loser for most people, and the odds were against you. But I bet $10, and I played for about 40 minutes, and I had an interesting experience. 7 card 21, which is very rare. إدوارد ثروب، مدرس رياضيات، قرر إنه يلعب قمار بس مسيبهاش للحظ. اختار لعبة البلاك جاك. بيبقى معاك ورقتين مكشوفين والموزع معاه ورقتين، واحدة مكشوفة والتانية لأ، وتطلب ورقة كمان يتثبت اللي معاك، يا تضاعف الرهان وتاخد ورقة. والهدف يكون مجموع ورقك أقرب حاجة لل21، وعلى حسب ورقك الاحتمالات بتزيد إن الورق اللي جاي أو اللي هتسحبه هيكون بيقربك لل21. إدوارد اكتشف إن الاحتمالات بتتغير، وباستخدام كمبيوتر بدائي جدا قدر يعمل نظام علمي عشان يعد الكروت، ودخل كازينوهات لاس فيجاس ومعاه آلاف الدولارات وخرج بملايين. وهنا الكازينوهات ما فهمتش ايه اللي حصل لحد ما نزل كتابه الشهير بيت ذا ديلر. والكازينوهات هنا اتجننت وحاولت تحبسه بس ما عرفتش، بس غيروا قوانين اللعبة كاملة. أريتشي كاراس دخل أريتشي الكازينو معاه 50 دولار بس، وبعد سنتين بقوا 40 مليون دولار. هنا الكازينو بعد التغييرات اللي حصلت محدش حاول ياخد منه الفلوس أو يحبسه لأن طريقته كانت شرعية، بس عملوه كمال وجابوله جناح خاص بيه عشان هم عرفوا إنه اتسحل جوه الدوامة ومش هيخرج منها.
فهنسحله اكتر ونحببه اكتر. وامر فعلا، وفي خلال 3 اسابيع ال40 مليون دولار رجعت صفر تاني. فلو العباقرة بيطردوا وبيتمنعوا والمحظوظين بيخسروا، تتوقع انك انت تقدر تكسب؟ لما بتطلع من محفظتك 200 جنيه وتدفعهم بتحس بألم وشعور سيء، والعلماء أثبتوا كده. بس لما تحول الفلوس من خلال الموبايل الموضوع بيبقى أبسط بكتير، ومش بتحس بأي ذنب تقريبا. والكازينوهات أدركت ده بدري جدا وقدرت تستغله، وعملت حاجة كانت طفرة ساعتها، واللي هي الكوينز. فانت داخل الكازينو مش بتتعامل بفلوس ولا كاش ولا رقمي، انت بتحول الفلوس لعملات. وهنا انت مش بتشوف العملات دي كتعب شغل شهر أو سنة أو حتى تحويشة عمر، انت بتشوفها مجرد عملات جوه لعبة. فعلا انت ما بقتش خايف تكسرها زي ما تكون فلوس حقيقية. طيب، ما لاحظتش ان كل الكازينوهات بتبقى فيها ما لا يقل عن 1000 كاميرا؟ ومش اي كاميرا، دي مصنوعة خصيصا للكازينو. انا عايز اقولك ان كاميرات المراقبة دي بيبقى فيها تقنيات AI بتقرا تعابير وشك وتحلل الرهانات. ولو لاحظت لاعب محترف عمال بيكسب على طول بترصده ويوقفوه عن لعب اللعبة او بيخلوه يسيب المكان كله اصلا. ولو اشتبهوا بالغش بيبلغوا الشرطة وبيتسجن على طول. ولحد هنا انت فاكر الموضوع حظ، بس كل حركة وكل لعبة واي حاجة جوه الكازينو متراقبة من خلال انظمة AI بتحسب كل جنيه خارج. الكازينو بيعتمد على قانون الاعداد الكبيرة. الكازينو مش بيآمر ضدك ومش مهتم بحظك، الكازينو بيبني قواعد ألعابه بحاسبات بتخليه دايما متفوق بنسبة ثابتة حتى لو ضئيلة جدا، 1 أو 2%. ففي لعبة الروليت مثلا في 37 رقم، بس الكازينو بيدفعلك على إنها 36 رقم بس. قانون الأعداد الكبيرة، كل ما زادت مرات اللعب قربت النواتج للنسبة الرياضية المتوقعة. فلما 10,000 شخص يلعبوا في الكازينو لمدة 365 يوم، هنا العشوائية بتنتهي تماما. ال1% ده بيتحول لجبل أرباح مؤكد. بس في حل واحد عشان تكسب اللعبة دي، The One Hit and Run. تخش الكازينو تحط كل فلوسك على رهان واحد، احتمالية المكسب فيه 50%. ولو خسرت مش هتلعب تاني، ولو كسبت والمبلغ اتضاعف هتخرج ومش هتقرب لها تاني. في الحالة دي انت كسرت النظام، لانك منعت الكازينو من تطبيق القانون عليه. فهنا القانون ما يقدرش يحطك جوه نسبة الخسارة المؤكدة. مع ذلك عمر ما حد هيعرف يعمل كده، عشان الكازينو بيلعب على مخك مش عليك. طب بمجرد ما هتكسب هتلعب تاني وتالت ورابع لحد ما تخسر. انت مش اقوى من دماغك ولا انت المتحكم اساسا. انت مش في لعبة حظ، انت داخل معادلة رياضية مقفولة اتصممت عشان تتهزم فيها، حيث ان صاحب المكان بيتفرج على الماشين وهي شغالة وبتجمع الارباح المؤكدة.